بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا اليوم جلسة محاكمة الأستاذ مصطفى المومري ورفقائه من الإعلاميين، ونقول ونناشد إلى جميع أركان الدولة، ونناشد السيد العام السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بسرعة الإفراج عن مصطفى المومري ورفقائه. أسألكم بالله أن تفرجوا عنهم. هامة إعلامية، هامة من هامات اليمن، هامة إعلامية بأكثر من 2,700,000 مشترك. المقطع من مصطفى يكون فيه أكثر من 1,500,000 مشاهدة. احتووهم، ضموهم إلى صدوركم، سيكونوا لكم عون على العدوان. والكل يعلم أن مصطفى المومري جاهد جهاد، وهو جاهد أكثر مما يجاهد المجاهد بسلاحه. نحن مجاهدين، ولكن مصطفى له فيديوهات أعدادها لا تذكر، على أنه العفو عند المقدرة. عندما تكون قادر على أنك تعفي وأنت كبير قوم وكبير دولة وكبير كذا، هذا العفو متى؟ والعفو من شأن الكراء. والإنسان من قسطك ظلمك. والمتابعين كامل عن مصطفى المومري نقصد الدولة ونقصد كل من ساءوا إليهم أنه نقدم الاعتذار. وهذا كلامي من كلام مصطفى في الجلسة قال مصطفى المومري حرفيا أنه مستعد أن يعتذر لكل من أساء إليهم. وبالنسبة لمصطفى هامة من هامات البلاد، البرلماني عنده 60,000 50,000 ويحصل على مجلس النواب، فما بالكم ب 2,700,000 أو 300. يعني هذه من جهة. وبالنسبة للمعاشات والرواتب، صواريخنا البالستية وطائراتنا المسيرة ستقوم بدفع الرواتب ودفع المعاشات للمدرسين وللجميع، للجيش والقطاع المدني. والمسيرة مسيرة نور ومسيرة هدى، ومسيرة ستجتث كل ظالم لن يبقى. وهذا ما أقول، وسلامتكم. وأجلت الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم. والله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناصر للإسلام.